السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض روتين تنظيف ان شاء الله يعجبكم. والفول الجميل ده بتاعنا عامله معايا امبارح، انا طفيت عليه بالليل، سيبته بقى يبرد بقى مع نفسه كده، وبعدين اعبيه بقى معايا في الاكياس. لونه جميل ازاي، اعمله ان شاء الله معاكم في فيديو. انا جبت نص كيلو من الفول، يعني غسلته ونضفته كويس جدا ونقعته حوالي ساعتين بس مش اكتر، ونزلته بقى معايا في القدرة بالشكل ده، ونزلت عليه المية ونص كوباية من العدس الاصفر، ربع معلقة من الخل، ليمونة كده متقطعة شرايح، ونقفل عليه بقى ونسيبه هيغلي. وبعدين نهدي النار، لكن نتأكد ان النار شغالة عليه كويس جدا بيغلي، ما نهديش النار قوي بحيث ان لو النار هادية قوي مش هيغلي معانا، فهنلاقي الفول معانا اسود ومش هيستوي كويس. لونه جميل بالشكل ده ومستوي معانا حلو جدا. هنعبي بقى الفول بتاعنا كله ونشوف ان شاء الله مع بعض ونكمل. عبينا اكياس الفول معانا بالشكل ده، واخدنا طبق بقى نعمله معانا دلوقتي للفطار. كمية حلوة وموفرة، يعني الكيس بتاعنا ده احنا نجيبه من المطعم ب5 جنيه. شوف النص كيلو عمل لنا كام كيس، 3 4 8، واخدنا طبق كمان نعمل كيس، يبقى 9 اكياس حلوين جدا. لما نقول مثلا 9 في 5 مبلغ حلو جدا. طبعا احنا لو هنجيب النص كيلو فول وهنعمله في البيت هيوفر لنا كتير جدا عن ما احنا هنشتريه من المطعم، وطريقته سهلة جدا، وان شاء الله هنعمله مع بعض. انا كنت عاملاه قبل كده في رمضان بنفس الطريقة، يوفر علينا كتير جدا. واحنا دلوقتي يعني الدنيا غالية جدا، فاي حاجة نقدر نعملها في البيت يبقى اوفر لنا واحسن. وهننضف بقى معانا المطبخ بتاعنا، وعندنا بواقي العيش الفينو انا دخلته الفرن اتحمص معايا بالشكل ده. انا بفرمه بقى معانا في المفرمه في الكبه، وهنعمله بقى بقسماط، وهي حاجه وصفه يعني ببلاش اهي معانا. نجيب بقى الكبه ونفرمه معانا. دلوقتي بقى الفينو بتاعنا كسرناه معانا بالشكل ده، هنفرمه بقى معانا. دي المطحنه كنت طحنا فيها خلطة كنتاكي. افرم بقى فيها البقسماط. العيش بتاعنا بقى بقسماط موفر من البيت، بيتبقى من الولاد كده من المدارس. نحمصه بقى معانا في الفرن، يعني واحنا بنسخن الفرن بتاعنا سخن، بنعمل اي حاجه يعني اي وصفه نروح مدخلينه الفرن بعد ما نطفي الفرن، يعني ما نحطوش في الفرن ونولع عليه. احنا بعد ما نطفي الفرن هندخله على طول في السخونه كده وهو يتحمص. البقسماط معانا بالشكل ده، ندخله بقى معانا بمصفى عشان لو في قطع ناشفه ولا حاجه ما اتفرمتش كويس نرجع نفرمها تاني. بعد ما طحنا البقسماط بتاعنا ونخلناه معانا بالمصفى، طلعنا القطع اللي هي الكبيره فرمناها تاني، بقى معانا بالشكل ده. نعبيه بقى في الاكياس ونشيله في التلاجة. بقى وصفة من العيش اللي بايت او العيش اللي بنرميه، بقى وصفة معانا ببلاش اهي. نجهز بقى الغدا بتاعنا. عندنا نص كيلو من الجمبري مغسول ومتنضف كويس جدا،
مطلعين الرملة اللي فيه ومنضفينه كويس جدا معانا. عندنا بقى الخضار: جزر، توم، فلفل، خضرة، ملح وخل، ليمون. اول حاجة نعصر الليمونة معانا. نغسل الجمبري وننضفه كويس جدا ونعصر عليه ليمون. ننزل بقى بالخضار: ملح، معلقة من الكمون والفلفل الاسود والكزبرة، معلقة من الخل. نضرب بقى الخلطة بتاعتنا دي، والخضرة انا هضيفها عليها في الاخر، مش هطحن الخضرة في المفرمة عشان ما تبقاش طرية كده. بقى معانا فريش كده حلو. انا قطعتها كويس يعني صغيرة بالشكل ده. الخلطة بعد ما ضربتها معايا بالشكل ده انزل عليها بالخضرة. كده بقى بشكلها حلو، احسن ما بنفرم الخضرة معانا في الكبة بتتفرم ناعم جدا وتنزل ميتها. وعندنا بقى الجمبري ننزله بقى كده معانا في طبق نضيف، طبق كبير يعني عشان نخلط عليه الخلطة. ننزل عليه بقى بشوية من الخلطة. وعندنا بقى الخلطة بتاعتنا نعمل بيها بقى شوية مخلل بدنجان او طماطم ونقدمهم معانا جنب الاكل. ندي رشة كمان من الملح، بس رشة مش كبيرة لان الخضرة معانا فيها ملح. معلقة صغيرة من الخل. نسيب بقى الجمبري معانا كده في الخلطة يعني ربع ساعة مش اكتر من كده. عندي بصلاية صغيرة بالشكل ده حبيت اضيفها فوق الجمبري. نديها رشة صغيرة من الملح، رشة صغيرة جدا، شوية من الفلفل الاسود، ده فلفل اسود مع كمون. ندعكم مع بعض كويس جدا يدينا نكهة الشوي وندوا الجمبري طعم حلو. ندعكم كويس جدا كده بالفلفل الاسود بينزل بقى المية بتاعته. ونضيفهم معانا على الجمبري. نجهز بقى الحاجة اللي هنشتغل فيها. الجمبري بتاعنا رورو عملته في عصيان الشيش طاووق بالشكل ده.
والخلطة بقى اللي اتبقت منه هنرفعه بقى دلوقتي على الشواية. والخلطة اللي اتبقت منه رفعتها معايا على النار بالشكل ده، وعليها معلقة من الزيت، يتشوحوا مع بعض بقى كده يدبل، ونغمسه بقى معانا، يبقى تغميسة حلوة كده مع الرز. ونشوفه ان شاء الله بقى مع بعض بعد ما يستوي. عايز النهارده ما تلعبش اللعبة؟ دلوقتي خلي ده معاك على القلم على الكتاب. اسحب يا ابني ده خليه معاك. ده الرز معانا، والجمبري بقى بعد ما اتشوى احنا شوينا على الشوايه. اللي ما عندناش شوايه في على صاج على الفرن على البوتاجاز من فوق، ونرصه على الصاج وهنسويه. يعني هو مش بياخد الا 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. شكله حلو جدا. هنقدمه بقى معانا مع رز ابيض، والصوص عندنا الخلطة اللي كانت موجودة في الجمبري، ونقدمه بقى مع بدنجان مخلل وطماطم. جربوها ان شاء الله، وصفة سهلة وبسيطة تعجبكم. وهنا يكون خلصنا الفيديو. لو عجبكم الطريقة اكتبوا في التعليقات، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.